بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام لقناة سلام الإعلامية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية الإسلام الخالدة، وأرحب بكم أجمل ترحيب في رحاب هذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية، وموضوعها اليوم هو في شعر المعارضات. وقبل هذا وذاك نصلي ونسلم على خير من هدى الناس رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وخلونا نتبرك ونذكر قوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم. هذه في سورة الشعراء، نهاية سورة الشعراء. وغالبا الناس ما تقف في والشعراء يتبعهم الغاوون، وكما قال العلماء لا بد أن تكمل الآية إلا لأن هناك حرف استثناء، فالشعراء مستثنون منهم عدد من الشعراء الذين كما قال أستاذنا فراج الطيب السراج: إلا من تدرع بدروع ثلاث، في غايلة الشعر والشعراء يعني. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. أن تؤمن بالله وتعمل الصالح وتذكر الله كثيرا تطلع من حبائل الشعر وبلاويه، لأنه في الشعر طبعا أعوالم والدنياوات، وزي ما قال: خذوا دنياكم وهذه فدنياواتنا كثر. رحم الله العقاد في قصيدته: شذا زهر ولا زهر وأين الظل والنهر. اليوم سيداتي سادتي ارتأيت أن أتحدث في شيء من فنون شعر المعارضات. المعارضات طبعا المعارضة في المصطلح السياسي طوالي تأخذ الكلام ضد الحكومة وضد السلطة الحاكمة وهكذا، ودرج الإعلام أن يلوك، ونحن برضو لكنا هذه المسألة كثير بين المعارضة والمقاومة. بعيدا عن هذا وذاك، فالمعارضة في الشعر وفي اللغة العربية تعني غير ما تعنيه في الشأن السياسي. وعبر هذا المدخل أنا اليوم سأقرأ عليكم 3 قصائد وهي معارضة لقصيدة واحدة، أو القصيدتين معارضة للقصيدة الأصلية عفوا. الآن دعوني أتحدث مشاهدي الكرام عن مفهوم شعر المعارضات. تعرف المعارضة لغة على عدة أوجه، فيقال: عارض الشخص بالمسير أي سار ومشى حياله، ويقال: عارض الكتاب بالكتاب أي قابله، وعارض الشخص بمثل ما صنع أي أتى بمثل ما فعل. أما اصطلاحا فقد تم تعريف شعر المعارضات بأنه نظم شعر موافق لشعر آخر في موضوع معين، حيث يلتزم نظم الشعر الآخر في قافيته، يعني عندها شروط: القافية والبحر والموضوع، في 3 عناصر، ويلتزم بذلك التزاما تاما يحرص فيه الشاعر على مضاهاة الشاعر المعارض في شعره إن لم يتفوق عليه. وقد يلجأ الشاعر إلى هذا النوع من الشعر عندما يرى في شعر غيره من الشعراء ما يمتاز به من فصاحة وروعة، صياغة أو صورا معبرة، وغيرها من أمور تثير في نفسه العجب. وهنالك أنواع من أشعار المعارضات، مع الأمثلة سنقدم حسب ما يسمح به الوقت. يقول الكاتب: لقد تنافس الشعراء قديما وحديثا في شعر المعارضات، وفيما يأتي عرض لأنواع المعارضات الشعرية مع الأمثلة. حنقدم أمثلة معينة. وقد درج الشعراء القدامى والمحدثين كذلك، لكن من نافلة الغول أنا ما شفت واحد شاعر يكتب في الشعر الحديث مثلا، يعني على سبيل المثال شعر النص أو قصيدة النثر أو شيء من ذلك.
ويقوم يعارضها، ما في، لأنه ما عندها شيء أصلا، ما عندها ذات ضوابط وكذا، ولذلك يلجأ إلى هكذا نوع من الشعر. دائما المعارضة، المجاراة والتقليد بتكون في الشعر القوي الرصين. واشتهر هذا النوع من الأدب بين الشعراء قديما، وخصوصا في فترة ازدهار الشعر واللغة العربية. ومن أمثلة ذلك معارضة صفي الدين الحلي للمتنبي، يعني ملك الشعر العربي أبو الطيب المتنبي رحمة الله عليه. قول المتنبي في قصيدته الشهيرة التي امتدح بها علي بن منصور الحاجب، والتي مطلعها بأبي الشموس الجانحات غواربا اللابسات من الحرير جلاببا. هذه قصيدة مشهورة لشيخ شعراء وملك الشعر العربي أبو الطيب المتنبي. قول صفي الدين الحلي قال معارضا للمتنبي بقصيدته التي امتدح بها السلطان ناصر بن محمد قلاوون، مطلعها أسبلنا من فوق النهود ذوائب فجعلنا حبات القلوب ذوائب. جميل. ومعارضة الشعراء المحدثين للقدماء، انتقلت تلك المعارضات الشعرية من العصر القديم إلى العصر الحديث. ومن أبرز القصائد التي تعرض هذا النوع قصيدة أمير الشعراء أحمد شوقي رحمة الله عليه في معارضته للبحتري رحمه الله وفق ما يأتي. قال البحتري في قصيدته الشهيرة التي وصف بها إيوان كسرى، مطلعها صنت نفسي عما يدنس نفسي وترفعت عن جدى كل جبسي. قال أمير الشعراء معارضا للبحترية بقصيدته التي وصف بها آثار المسلمين في بلاد الأندلس، ومطلعها اختلاف النهار والليل ينسي أذكرا للصبا وأيام أنسي. وهناك كثير من المعارضات الشعرية في العصر، حتى في العصر الحديث. وقد برز شعر المعارضات بين القدماء والمحدثين، وتنافسوا فيما بينهم تنافسا كبيرا ليظهر كل شاعر بشعره أو يظهر على الآخر مما كان له آثارا عظيمة في التراث الأدبي. وقد ذكرنا جانبا منها، ولكن لا بأس أن نذكر يعني هي في شعر المعارضات تتجاوز مرحلة التقليد المباشر، لكن تنطلق إلى صياغات إبداعية وابتكارات. فقد فاق بعض المعارضين فيما نظموه من عارضوهم من الشعراء من حيث الأسلوب والدلالات والمضامين. لا بد شعر المعارضة كذلك أن تذكر روح التنافس بين الشعراء النبهاء لعرض قدراتهم في ميادين الشعر، مما جعل رياض الأدب خصبة بالفرائد والنوادر، ليشيدوا بذلك صرحا أدبيا عظيما يصور المعنى الحقيقي لمقولة الشعر ديوان العرب. كذلك المحافظة على التراث الشعري القديم والحديث عبر مر العصور بما أضافه شعر المعارضات من صفحات ناصعة إلى ديوان الشعر صبت جميعها في بحر الأدب العربي، فأثرت به أو فأثرته وتأثر به كثير من الشعراء. هذا مدخل لهذه الحلقة التي سأقرأ عليكم 3 قصائد، القصيدة الواحدة أصلية والقصيدتين معارضة لتلك القصيدة الأولى. بالنسبة لي أنا كشاعر أمارس هذا النوع من الكتابات الأدبية، عرضت أحيانا أنت تستمع لمطلع البيت الشعري يستهويك ويملك كيانك ذلك المطلع، وتحبذ أن يا ريت تكتب على هذا المنوال. وأحيانا تعجب بالقصيدة كلها، تركيبتها
وخياله ودلالاته وأساليب تعبيراته ومضامينه وما إلى ذلك، فتسلك هذا الدرب، وهو درب شائك. وأحيانا برضو أنت يعني تعجب بالقصيدة لكن تخاف إنه لأنه في شعر المعارضة ينبغي أن تكون يعني طبعا أنت لك الاجتهاد، يعني لك خيرية الاجتهاد، أو أنك أنت اجتهدت ودار تقلد شاعر له وزنه الأدبي ووزنه الشعري في نفس الوقت. وأحيانا زي ما وصف إنه مرات تتفوق على من تعارضه. وبالنسبة لي أنا عزيزي المشاهد، أنا في بيت من بيوت الشعر ونحن في المدرسة المرحلة الثانوية في مدرسة كسل الأكاديمية. شاركت في الدورة المدرسية أيام عهد النميري في نهاية عهده 85، فكنت مشارك بقصيدة لأبو الطيب المتنبي. والوقت ده كان لسه لم أكتب الشعر، لكن كنت مولع بالمتنبي تحديدا يعني. وحدين كتار يقولوا لي أنت لم تستطع أن تخرج من عباءة المتنبي حتى اليوم. والله لو ما قدرنا نطلع منه يكفينا فخرا، وأنه سيد شعراء العرب قديما وحديثا يعني. فمنذ ذلك الوقت وأنا في المرحلة الثانوية أخذت قصيدة أبو الطيب المتنبي التي كان يرثي فيها أبا شجاع فاتك صديقه، كان رجل فارس مقدام أبو شجاع. فقال له: الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع، يتنازعان دموع عين مسهد، هذا يجيء بها وهذا يرجع. إلى أن يقول: كنا نظن دياره مملوءة ذهبا فمات وكل دار بلقع، أيموت مثل أبا شجاع فاتك ويعيش حاسده الخصي الأوقع. إلى آخر القصيدة. والله قصيدة جميلة، وأنا يعني كنت حافظة وفزت بها على مستوى مدرسة كسل الثانوية، ثم برضو تدرجت بها إلى مدارس كسل كلها. وكان المشرف علينا في مدرسة كسل الأستاذ المصري أستاذ اللغة العربية محمود شكري أبو حلقة. فقلت له: أغير القصيدة؟ قال لي: لا، ما تغيرها، امتيازك اختيارك للقصيدة دي فيها درجة. ففزت على مدارس كسل، وانطلقنا إلى الدويم، حيث الدورة المدرسية رقم 25 في عهد النميري رحمة الله عليه. فمثلت الإقليم الشرقي بالإلقاء الشعري، وشايل معي قصيدة المتنبي. وهناك كان الاحتفال باليوبيل الفضي لبخت الرضا معهد تأهيل المعلمين في السودان. فكانت وحدة من الطلبة المشاركات كانت من مدينة الدويم بحر أبيض، وحي أهلنا في الدويم وكل المناطق المتاخمة والممتدة على تلك المناطق. فالطالبة معانا برضو في المرحلة الثانوية، أنا كنت ساعتها في الصف الثاني ثانوي مدرسة كسل الأكاديمية. فالطالبة العزيزة أنا ما بعرف اسمها فازت علينا وجات الأولى، والعبد لله فاز بالمرحلة الثانية على مستوى السودان في الإلقاء الشعري. أنا أزعم فأقول أن تلك الفتاة اليوم هي شاعرة كبيرة، بس ما بعرف وين. إذا كانت عايشة مؤكد لا يمكن أن تلغي الشعر في ذلك العمر إلا أن تكون جواك في شيء. وأذكر البيت، مقطع البيت هي كتبت، هو أكيد كتب لها شاعر من شعراء الدويم، ويتحدث عن المناسبة اليوبيل الفضي لبخت الرضا. فعن المناسبة هي فازت علينا. أنا أزعم فأقول إني والله دون فخر كان أدائي أفضل منها يعني، ما وليس عناي. وقصيدة المتنبي يعني لها شموخة ولها، وكنت أؤديها أداء يعني حاجة جميلة بأمانة يعني بذلك المستوى، في مستوى تلك المرحلة. فأنا أقول إنه أدائي كان أفضل منها بكثير. لكن هي فازت، وأداء كمان كان ممتاز يعني. بس هي أنثى وكانت تنغم الكلام. فقالت البيت، بيت الشعر، والله من سنة 1985 هذا البيت في راسي وفي خيالي. فقالت: سجل مكانك
في التاريخ يا قلم، فمن هنا تبعث الأجيال والأمم. حقيقة أنا حتى لو كنت في لجنة التحكيم كنت حديها الدرجة، لأنه هي يعني المناسبة ذاتها قاعد تتحدث عن بخت الرضا، وقاعد تتكلم بشعر جميل يعني، وهي فيها ذاته وفيها روح المتنبي. سجل مكانك في التاريخ يا قلم، فمن هنا تبعث الأجيال والأمم. هنا كده واصلت. بس البيت ده أنا من سنة 85 في الرأس، ولم أكتب على ذلك النحو. طبعا في القلب كان شوية ما ارتحت وبتاع. والجائزة الأولى أخذتها هي، أنا أخذت الجائزة الثانية، والجائزة كانت عبارة عن ساعة مكتبية كده جميلة، وشلتها ومشيت بها كسلة طبعا محتفي وكده. وطبعا الجوائز ليس بشكلها إنما بقيمها وقيمة المعنوية. كانت دفعة كبيرة بالنسبة لي وأدخلتني إلى عالم الشعر والحمد لله. فهذا البيت من الشعر ظل في خاطري وفي خيالي إلى أن كتبت قبل 3 أعوام الميمية التي جاءت في 120 بيتا، وطبعا كبيت فيها كل حاجاتي الفكرية والسياسية والثقافية والإعلامية، ما خليت شيء. وإن شاء الله أنا أعدكم في هذا الشهر المبارك اللي هو شهر الوجع، شهر التساؤلات والاستفهامات. مايو يجينا بتساؤلاته الكبيرة على مستوى الوطن. ولذلك سآتي وأقرأ هذه القصيدة إن شاء الله، وهي ميمية. أنا سميتها هكذا ميمية، الناس سموها زي ما دايرين. فهي الميمية ذلك البيت الذي قالته الفتاة في الثانوية: سجل مكانك في التاريخ يا قلم، فمن هنا تبعث الأجيال والأمم. أخذت ذلك المعنى فقلت: سدد سهامك وامضي أيها العلم، واشفق على زمن أضناهما وصم، وانشد رياح البلا في أمة رضيت عيش الهوان وفي أعناقها ذمم. قوم يلوك أساهم كلما نزلت بلوى على قبرهم أتتهم حمم. إلى آخر الوجع. سآتي إليكم وأوجعكم قليلا أيها المشاهدون، لأن في الوجع صحوة، وفي الوجع يقظة من منام طويل لأمتنا الإريترية تحديدا، وهي أمة كل الذين يعني يرون الظلم ولا يثورون ولا يقضون المسائل ولا يتنبهون. ولذلك أنا قلت فيها ما قلت في تلك القصيدة. ومن هنا أشكر الدكتور حامد. دكتور حامد عمل قراءة وأحييه تحية أكاديمية أدبية شعرية، فعمل عليها قراءة كانت قراءة وافية أثلجت صدري بكل ما فيها، وكانت القراءة اليتيمة الوحيدة التي أجريت على الميمية. ربما الناس أخذت منا مواقف لأنه فيها وجع وفيها انتقاد وفيها يعني صب جام الغضب على الشعب والوطن والتاريخ والحكومة والمعارضة والمثقفين والاقتصاديين والإعلاميين والسياسيين. واحد قال لي: يا أخي أنت ما خليت حاجة. قلت له: والله هكذا أرى المشهد. قليلا من التفاؤل يا هذا. قال لي. قلت له: والله أنا لا أرى شيئا، لكن لا نيأس من روح الله ولا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وأسأل الله أنه إن شاء الله يكون عكس ما قاعد أقوله. لكن هذه القصيدة كتبت قبل 3 سنوات الميمية، سآتي وأقرأها عليكم. المشهد نحو الأسوأ ونحو الأسوأ. فدي تجربتي مع يعني أحيانا أنت بتجاري معنى، وتجاري أحيانا تمسك البيت وتستمر، وأحيانا تجاري الفكر والمعنى الروي والبحر والمضمون في نفس الوقت. أيضا لي تجربة أخرى مع شاعر مصري كبير. حينما قامت الثورة على نظام مبارك وأطاحت به، فكتب، هو اسمه هشام الجخ، شاعر مصري كبير يكتب بأشكال مختلفة. فقال في قصيدة يوثق بها أحداث ثورة يناير 25، فقال: مزقت كل قصائدي من أجلها. عفوا، قال هو: مزق قصائدك القديمة كلها
يطلب من نفسه، يخاطب نفسه، يقول مزق قصائدك القديمة كلها. يعني وقف كده وقام مزق القصائد، قال مزق قصائدك القديمة كلها واكتب لمصر اليوم شعرا مثلها. والله المقطع ده أنا برضو دق فيني وتر كده، قلت والله الراجل ده خطير يعني. فقلت لا بد أن أجاريه وأعارضه على الفكرة. وكتبت في نفس الموضوع بتاعت ثورة يناير، وكنت شاهد عيان ساعتها في قاهرة المعز بعد أن أخرجونا من بلادنا أولئك الظالمون المنافقون الماحقون. والله يجوز لنا أن نقول في هكذا، يعني المهم ما دايرين نلعن، لكن طبعا لعنة الله على الظالمين يعني. فكتبت لما قالوا مزق قصائدك القديمة كلها واكتب لمصر اليوم شعرا مثلها، فقلت خبأت كل قصائدي من أجلها، ورنوت أصدح في الورى ما مثلها. يا أيها الإنسان ما بك هائما، أو ما ترى نور الهدى أوحى لها، إلى أن قلت بل لم تطأ أقدامه مصر الهوى، خسر الحياة وما درى خسرانها. من لم يذقني للحياة بغرفة لم يشف ما في النفس من أهوالها، بدر الزمان وأنت آية خلقه في كل منعطف يرى إعجازها. ودخلت على الأزهر وهكذا. المهم قصيدة مصر التي جاريت فيها وسام الشيخ، عرضته فيها فكرا وروية وبرضو أسلوبا. ولو ألتقي بأسامة الجح وحيي من هنا، وهو من غير المرحب بهم في كثير من أنظمتنا المشرقية الموجودة، لأنه يقول الحقيقة. عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، هناك طبعا قصائد أخرى أيضا أنا تأثرت بها وجاريتها بشكل أو آخر، لكن مجاراة بالطريقة التي سأحكيها الآن، يعني يمكن تكون دي التجربة الثانية بعد قصيدة مصر التي. وهناك قصيدة أنا أبوح بهذا السر، شاعر عراقي كبير يعني رحمة الله عليه، هو محمد مهدي الجواهري. راجل شاعر رحمة الله عليه، شاعر يعني تقرأ له وتسمع له تتخيل أنك أمام المتنبي رحمة الله عليه، في قصيدة قوية كده. يعني أنا برضو شغلاني، وإن شاء الله أجاري هذا الشاعر الكبير في يوم من الأيام. وهي عنوانها يتحدث عن نهر دجلة، ففيها وجع شديد. كذلك شاعر عراقي آخر وعبد الرزاق عبد الواحد برضو عنده قصيدة قوية اسمها عصي على بغداد أني أعافها. والشعر عندما يقال هو طوال تمشي إلى العراق، ومن العراق على طول تجي السودان، من السودان ممكن تمشي لموريتانيا، برضو أهل الشعر وأدب. وكان عبد الرزاق عبد الواحد رحمة الله عليه أيضا شاعر عراقي مجيد. سئل ذات يوم فقالوا له أنت قرأت في منابر وفي شعوب كثيرة وفي تجمع شعوب وأناسي كثر، فأين تتمنى أن تقرأ شعرك دائما؟ تخيل هذا الرجل قال شنو؟ السودان. قال الشعب السوداني ده شعب فعلا يعني ذواق من العراق، ما اختار العراق مع أنه هو عراقي، والشعب العراقي ده أن اتجهته هو الشعر، فقال السودان. وهذه شهادة. وعاش في السودان عندما يعني انتهى عهد صدام رحمة الله عليه. وأيضا أتذكر ذات يوم قرأت في مكان ما بيت شعر، هذا البيت يقول
وبرضه علق في الذهن وبعده كتبته عليه، برضه جاريت الفكرة، وهو بيت واحد أنا لقيته بس معلق في حتة كده، ما في داعي نقول المحل وين. قال يعني أقلب طرفي في الخيال لعله، هو محب، قال أقلب طرفي في الخيال لعله يوافق طرفي طرفها حين تنظر. خيال جميل يعني. هو يقلب طرفه في الخيال أو في السماء، سوري، أقلب طرفي في السماء لعله، قال هو يوافق طرفي طرفها حين تنظر، يعني يمكن يتلاقوا هناك فوق، يعني هي تشوف فوق وهو شايف فوق فيلتقوا الأطراف والعينان يعني. فكتبت أنا على هذا المنوال لأرثي فيها شاعرنا الكبير فراج الطيب السراج، فهي اسمها طوق وشوق، القصيدة اسمها طوق وشوق، وربما تكون هي ديوان، اسم الديوان الشعر الذي سيصدر حينما يأذن به الله. فبقول أقلب طرفي في الخيال وأرمق، الشاعر ده قال أقلب طرفي في السماء لعله يوافق طرفي طرفها حين تنظر. أنا قلت أقلب طرفي في الخيال وأرمق بشوق فصيح عن لساني ينطق، بليت به دهرا مشوقا مولها ويزداد لهفي كلما لاح بيرق، من المحفل المزدان بالحب والصفا لآلئ يكسوها عبير فتفهق، أحقا أنا في دوحة الشعر أحتسي كؤوس ندامى من سلافي أشرق. وقصيدة طويلة هي، إلى أن أقول ولي رئتا شعر أقلب فيهما إذا ما سلاني عاشق أتشوق، ففي ملتقى النيلين شمسي وأنجمي، وفي شارع التحرير أزهو فأشرق. أنا من ربى القطرين نفحة شاعر تضوع منها عاشق يتألق، ولست أبالي أي جنب يضمني إلى معبد القطرين أزهو فأشرق، إلى آخر القصيدة، وهي قصيدة طويلة. برضو أنا أقول إنه جاريت فيها ذلك البيت اللي شفته، أقلب طرفي في السماء لعله يوافق طرفي طرفها حين تنظر. اختلفت الروية، ولكن المعنى دائر في ذلك. برضو ده شكل من أشكال المعارضات الشعرية، ولو قد يكون في بيت واحد وبعدين تمشي، والقصيدة هي طويلة يعني. عموما عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، أنا سأتوقف هنا على أمل أن نلتقيكم بعد دقائق، فاصل قصير ونعود إليكم بحول الله وقوته. كونوا معنا في هذه الحلقة في فن شعر المعارضات. كونوا معنا سادتي. وعدت إليكم بحول الله وقوته مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج مع اللغة العربية، وأتحدث اليوم في فن شعر المعارضات. القصيدة التي برضو تلبستني وشغلت كياني واهتمامات الشعرية كانت قصيدة البحث عن بيت شعر للشاعر السوداني شيخ شعراء السودان عبد الله الشيخ البشير رحمة الله عليه. كان شاعرا كبيرا، أنا لم ألتقيه، لكن التقيت بجمعتني الصدفة السعيدة بأصدقائه ومن تأثروا به. عبد الله الشيخ البشير من كبار، ويكفي أنه شيخ شعراء السودان. عندما تقول شيخ شعراء السودان هو عبد الله الشيخ البشير. عبد الله الشيخ البشير كتب قصيدة تحت عنوان البحث عن بيت الشعر، يصور فيها كيف يكتب الشاعر قصيدته. والشاعر عندما يكتب القصيدة هو يبحث عن بيت، وبعدين القصيدة تكون أبيات. يقال إنه لا بد تكون 7 وأكثر، ولكن أنا في تقديري قد تكون هكذا. يعني قالوا الأعراب شعراء الكبار القدامى قالوا لا بد أن لا تقل عن 7 أبيات. والله قد يكون 2 3
ما نسميها قصيدة شنو. وليس المسألة بكثرة الأبيات وليس بقلتها، ولكن ربما لأنه أحيانا في بيتين ثلاثة أبيات من الشعر ممكن تقول فكرة الكاملة. فهنا الشاعر عبد الله الشيخ البشير من الشعراء المعاصرين كتب البحث عن بيت الشعر، وقصيدة قوية جدا. أنا حسب قراءتي لم يجاريها كثير من الشعراء، لكن تأثروا بها. أول المتأثرين أستاذنا فراج الطيب السراج، كان يمدح هذا الشيخ الشاعر، بل يقدم قصيدته هذه تحديدا في كثير من المنابر. عارضه كذلك أولى المعارضات التي وقفت عندها بعد أن حقيقة قبل أن أكتب المعارضة لهذه القصيدة، كان الدكتور هاشم البشير محمد، وهو أستاذ جامعي، قال مجاراة قصيدة البحث عن بيت الشعر. ثم وفقني الله سبحانه وتعالى أن أجاري الأول، أنت لا تجاري إلا الأصل يعني. وفي فن المجاراة عزيز المشاهد وعزيزتي المشاهدة، هو لك طبعا أجر أن يعني أنت تدخل معركة، هي معركة حقيقة، لأنك أن تجاري لابد أن تكون على مستوى من المجاراة. وأنا لا أزعم فأقول إنه يعني شيخ الشعراء من يطال ومن يصل يعني، لكن كون ذاته نفكر إنه نكتب على منوال كبار الشعراء، هذه برضو تدينا تجارب وتصقل تجربتنا الشعرية والأدبية. وأنا سأقدم هذه القصائد الثلاث حسب يعني ميلاد الزمني، ولا بد أن نقرأ أولا الأصل اللي هي البحث عن بيت الشعر. وأعتقد أنه عبد الله الشيخ البشير رحمة الله عليه كأنه كان يجاري في الفكرة إدريس جماع رحمة الله عليه. ما له أيقظ الشجون فقاس وحشة الليل واستثار الخيال، هين تستخفه بسمة الطفل، قوي يصارع الأجيال، تغنى بها الكابي رحمة الله عليه. برضو إدريس جماع كان يتحدث عن الحالة التي تتلبس الشاعر وهو يكتب القصيدة. وكثير من الشعراء يقولوا كأنه في قصيدته ما له أيقظ الشجون فقاس وحشة الليل واستثار الخيال، إدريس جماع كان يتحدث عن نفسه، عن شاعريته، كيف يكتب الشعر، إلى أن يعني هي من عيون الشعر العربي العالمي تلك القصيدة لجماع رحمة الله عليه. فأعتقد أن الشيخ البشير كان هو يجاري الفكرة بتاعت إدريس جماع، وهذا اجتهاد مني لم أقرأه، لكن أزعم فأقول أنه كانت مجاراة في الفكرة وليس في الروي. وهكذا عبد الله الشيخ البشير، أنا سأقرأ لكم قصيدته ثم نعمل فاصل ونعود بعد ذلك لنقرأ ما كتبه الدكتور هاشم البشير محمد، ثم محاولة العبد لله في الجزء الأخير. قال شيخ شعراء السودان: على حد السنة أمهيت سيفي، على حد السنة أمهيت سيفي، فرقت شفرتاه كما ابتغيت. أنا ما حشرح كثير لأنه زمن البرنامج ما حيسعفنا، لكن هذا الرجل سل سيفه في البرق يعني. على حد السنة أمهيت سيفي، فرقت شفرتاه كما ابتغيت، وودعت القرى الأولى وشيكا، وما استصحبت إلا من تويت، فها أنا ذا يعادي بي مراحا، بشط الغيب من ريح كميت. رصائعه مصابيح سهارى، لهن خواطر الحذاق زيت، فطاف بعبقر ليلا فهرت كلاب الجن عرفيت وشيت. فراج الطيب رحمة الله عليه بيقول إنه عرفيت وشيت ديل
أسماء قطع من رأس الشاعر عبد الله الشيخ البشير، والشعراء يقتطعون أسماء، يعني يقتطعون، ياخذ اسم كده وهو جايبه من خياله. وأنا في قصيدتين برضو جبت لي أسماء كده ما أنزل الله بها من مسمى. يعني الشاعر مرات يجيب حاجة كده من الخيال. فالشاعر عبد الله الشيخ البشير: وودعت القرى الأولى وشيكا، وما استصحبت إلا من تويت، فها أنا ذا يعادي بي مراحا، بشط الغيب من ريح كميت، رصائعه مصابيح سهارى، لهن خواطر الحذاق زيت، فطاف بعبقر ليلا فهرت كلاب الجن عرفيت وشيت. ووادي عبقر طبعا الناس بيقولوا وادي الشعراء جنون وشيء من ذلك يعني. وطار فصاهل الشعر فماجت، فوق في النجوم يعني. عرائش من بشائرها جنيت. هذا الرجل ركب، سل سيفه في البرق وركب فوق، خلاص ماشي، دخل في الخيال ودخل في وادي عبقر. وكلاب الجن لما شافت هرت، يعني نبحت. عرفيت وشيت وطار فصاهل الشعر فماجت. عرائش من بشائرها جنيت، ومج لجامه ألق الثريا جذا مما تغوص له الكويت، اللؤلؤ يعني وليس البلد. وعاد السيف ينبوعا فما لي سوى قوس الغمام إذا ادريت. سيف ذاته رجع له تاني. وعاد السيف ينبوعا فما لي سوى قوس الغمام إذا ادريت. وقد عرضت لي الأبراج شتى عراضات ولكني أبيت. ونصت لي معارج من دخان منوهة ولكني انتحيت. فلو كانت جناحا من عقيق له لمع البوارق لارتقيت. وحرت فدلني نجم لموح على مسرى قوافله سريت. ولاحت لي نوافذ باهرات فجثت من النوافذ وامحيت. شوف الخيال ده كيف. ولاحت لي نوافذ باهرات فجثت من النوافذ وامحيت. وأوفى بي على زبد موشى على فقاعه طربا مشيت. وناداني من المجهول صوت بدأت وكنت أحسبني انتهيت. وصيرني الحنين إليه معنى بلا مبنى فغبت وما اختفيت. ومد الرغو قدامي طريقا مموهة ولكني قضيت. وصرح منه عن بحر ذخور فلما راقني عجبا هويت. فودعت الظنون ورافقتني مآذن أثبتت ما قد نفيت. كأن خوات أم الرعد فوقي هماهم ما استمعت وما ارتأيت. رأيت اللجة الزرقاء نارا من الياقوت فيما قد رأيت. فجاشت ثم فاضت ثم ساحت جداول ما يحتني فارتويت. ولم أعي ما أفيض علي منها ولما لم أعي الفحوى وعيت. وحسبي أنني جمعت منها أصول فرائد مما انتقيت. فنضت الخفايا في سلالي ونشرت الشراع وما طويت. وعدت وليتني ما عدت دهري وهل تأس عليل الحظ ليت. ولما زاحم الآفاق مني جناحا جبرائيل وما اهتديت سمعت سهام آفلون حولي مزفزفة وآفلون ميت. ومرت من أمامي جيلبوت على أكتافها فذ صليت. هبطت وأجنحي أدغال نخل إذا غنت عصافرها انتشيت. وحامت صادحات النيل حولي تغلفها المواسم فاحتفيت. وأعلم أنها جاءت عجالا تغاضي رحلتي وأيا وأيت. فقالت لي نراك نظير حقل ترف ندى فقلت لها ارتويت.
فحطت ثم طارت ثم قالت ترى ما جد. قلت لها اقتنيت وشيت لها وأعماقي صحاح، وشيت لها وأعماقي صحاح بأسقام الصبابة إذ وشيت، فلما أملت نقرت يبابي فهازجها من الأوتار بيت. الله، رحم الشاعر عبد الله الشيخ البشير شيخ شعراء السودان هذا البحث عن بيت الشعر. جاب البيت في نهاية فلما أملت نقرت يبابي، كل الطلوع ده فهازجها من الأوتار بيت. فاصل وأعود إليكم في المجاراة الأولى للشاعر الدكتور هاشم البشير محمد. وعدنا إليكم أيها المشاهدون الكرام. رحم الله الشاعر الكبير شيخ شعراء السودان عبد الله الشيخ البشير. الآن سيداتي سادتي أقرأ عليكم ما وقفت عليه، مجاراة ومعارضة القصيدة لذاتها الشاعر الكبير الدكتور هاشم البشير محمد. عنونها يقول: هذه القصيدة مجاراة لقصيدة الشاعر الكبير الأستاذ عبد الله الشيخ البشير التي عنوانها البحث عن بيت شعر. قال الشاعر: قصي بالسنة الشعري بيت، على رهف الضياء له ارتقيت. قصي بالسنة الشعري بيت، على رهف الضياء له ارتقيت. سموت له على مهر ابتداع، قوائمه ذخائر ما جنيت. وسيفي من يراعة عبقري، وسيفي من يراعة عبقري، على متن الفضاء له مريت. فسحت له أطياف عذارى، بدائع ليس يحكيهن كيت. سقتني خمرة الكندي ليلى بكاسات دهاق فانتشيت. عرضت على كتابي على كتياب لوحي، فشرفه وسر بما نويت. عرضت على كتيابي لوح، فشرفه وسر ما نويت. طويت مدارج الأنوار أسعى، لعبد الله شيخي فالتقيت. عبد الله الشيخ البشير: لعبد الله شيخي فارتقيت، فأرشدني إلى درر القوافي، ونولني الإجازة فاقتديت. تجلت لي معارج من بيان، على أبراجه القصوى سريت. فقلت لمهجتي: هذا عروجي، فلا تأسي إذا أنا امحيت. كلام وخيال جميل يعني. الشاعر الدكتور هاشم البشير محمد قال: فقلت لمهجتي: هذا عروجي، فلا تأسي إذا أنا امحيت. ذكرت مرابع النيلين زهوا، بإرث من سلافته ارتويت. فأهداني قصير النخل تاجا، يغني في محاسنه عكيت. ونجذني إلى العلياء قومي، على أسنى مناهجهم مشيت. وقد خفقت لي الآفاق شجوا، يجشمني الصعود لما ونيت. رأيت كواكب الإبداع فوقي، فراعتني عجائب ما رأيت. طبى مهري مسير للمعالي، فأغراني بمقصود وأيت. فرن بعبقر هزج سبتني، فيارثه ولكني مضيت. وحفتني من البحر المزكى حوار، قد زجلنا لما مديت. نعم مديت ميم دال يأتى. علوت
على زيوسا فناجزتني سراه الجن شعرا فاستريت فجزت مظفرا ثبج الثريا على حبك البروج وما اهتديت وطفت بمسرح العنقاء علي أفوز بمنيتي فيما ابتغيت وناجتني نجيمات سهارا بأشجان لهن أسا بكيت تألق في مدى الإشراق نور بهي من بهاءته ابتهيت فراقتني تزاويق صبايا على أفوافها الوسنى جريت ولجت إلى مغان من معان بها زبر لفحواها وعيت وضمتني من الألق الموشى مروج الدر تترى فاقتنيت فأشبعت العياب من الدرار وحايثت الفرائد وانتقيت هم الإلهام في روحي وسالت جداوله الزكية فازدكيت وغنتني عنادله لحونا على منوالها لحنا رويت وغرد في رحاب النفس شاد بأنغام الصبابة فاحتفيت فناداني وراء الغيب شيخي فبشرني بأني قد وفيت هبطت وملء أحنائي رياض إذا صدحت حمائمها ازدهيت فعدت إلى حمى النيلين أفدي فهنأني الهزار بما أتيت فطاف يجمع الكروان عندي لأنشدها بديعا قد طويت فزافت ثم حطت ثم أضغت مؤملة فقالت لها استنيت فهيمنت الربابة في يميني فزاجلها من الوجدان بيت. يا سلام، ده الشاعر الدكتور هاشم البشير محمد، وهو شاعر كان في ذلك العهد من جامعة وادي النيل كلية التربية، وهو أستاذ في قسم اللغة العربية وآدابها، لذلك جاءت قصيدته جذلة وقوية كقوة شيخه شيخ الشعراء عبد الله الشيخ البشير رحمة الله عليه، وقد أجاد الشاعر في مجاراة شيخه. أيضا لحظات فأعود بكم لأقرأ محاولتي في مجاراة شيخ الشعراء السودان، وكنت برضو قرأت هذه القصيدة قبل أن أدلف إلى مجاراة الشيخ الكبير. فكونوا معنا سادة المشاهدين في هذه الحلقة من برنامج مع اللغة العربية، وفيها حديثا عن فنون شعر المعارضات في الشعر العربي، ونقدم نماذج. إن شاء الله أعود إليكم بعد قليل. ثم أما بعد أيها الإخوة والأخوات، هذه الفقرة أو المحطة الأخيرة في فن المعارضات الشعرية في الشعر العربي. الآن آتي إلى محاولتي، وأتمنى أن تنال إعجابكم ورضاكم، ولكن بذلت فيها أو قدمت فيها ما أستطيع، لكن ربما نعود في يوم من الأيام كذلك أن نجاريه مرة أخرى بشعر يليق بمقام شيخ شعراء السودان، والقصيدة التي استمعتم إليها للشاعر الدكتور هاشم البشير محمد. حقيقة خلوني أقول في البدء أنه وحي هذه القصيدة كيف كان، هي الهدف منها كان معارضة الشاعر الكبير شيخ الشعراء، لكنها جاءت كيف؟ دعيت إلى أمسية رمضانية للإفطار مع واحدة من فروع الجالية الإريترية هنا في مدينة ميلبورن، ويعني أكرموني بالدعوة مع عدد آخر. فقلت يا أخي أنا لا أذهب فقط يعني الإفطار فقط، يعني كشاعر خلينا أكتب شيء وأرحب. وعلى طول جاءت الفكرة بتاعت مجاراة شيخ الشعراء: على حد السنة أمهيت سيفي فرفت شفرتاه كما ابتغيت. فقلت يا أخي ما نركب هذا الجنون الشعري، والدنيا رمضان سبحان الله، وفي قصائد كثيرة أنا كتبتها في شهر رمضان ما أعرف ليش يعني. فالمهم حاولت، فقلت ردا للجميل فخلوني
أرد على الدعوة بشعر، وقلت أجاري هذا الشاعر وأعارض شيخ شعراء السودان. والشكر الجزيل لشيخنا فخري أبو بكر عبد القادر حدقي الذي التقيناه، الشيخ القارئ الحافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى. وحيي من هنا وحيي اللجنة الإدارية كلها، كذلك أخونا محمود أفندي مسؤول الإعلام في فرع الجالية هنا. أنا حقيقة في هذه القصيدة حاولت يعني هي كانت دعوة وكنت مشتاق أنه أشوفهم كمان، فعلى الرغم من أنه مشيت دعوة الإفطار بالسيارة مع شيخنا العزيز صالح مندر وأبنائه بارك الله فيهم، لكن أنا حقيقة ركبت الشوق في القصيدة بتاعت المجاراة. ركبت الشوق ده هو اطلعت به فوق على تلبية الدعوة، ومن فوق قاعد أخاطب هذا الجمع الكريم، بمعنى يعني ركبت الشوق. فبقول سريت الشوق يحملني إليكم، سريت الشوق يحملني إليكم، يسابق في البروق هوى جليت، هزيز ماتح الأعماق سرح، هزيز ماتح الأعماق سرح، وهذلول يحمحم ما قليت، ركبت سنامه شرقا جموحا، وطوق بي من التحنان بيت. والهزيز عزيز المشاهد هو صوت الرعد، والماتح هو المنتزع من أصله، وسرح تعني فاقد القدرة على ربط أفكاره، وهذلول الفرس الطويل. فركبت الشوق وكان حوالي هذه العوالم التي ذكرتها، صوت الرعد والفرس الطويل، ويحمحم، يعني صوت الحمحمة هي الهصيل، الصهيل الخافت. وقليت طبعا مما يعني ما أكره كثير من ألوان الشعر الذي لا يمت إلى العربية بصلة. فقلت ركبت الشوق يحملني إليكم، يسابق في البروق هوى جليت، هزيز ماتح الأعماق سرح، وهذلول يحمحم ما قليت، ركبت سنامه شرقا جموحا، وطوق بي من التحنان بيت. بيت الشاعر شيخ البشير. ذلك الشوق حفي طار بي فوق الغمام، حفي طار بي فوق الغمام، على أوتاره هزجا طربت، فأبدلت اللجام عناق شوق، تخايلوا لم أعي ما قد وعيت. جنان مراتع روض نمير، يبللها من الياقوت زيت، وعادية الخيول إذا تجشت على لألائها زهوا مشيت. تجشت الخيول يعني اضطربت من خوف أو حزن، وعادية الخيول إذا تجشت على لألائها زهوا مشيت، طربت وأنجمي مرحى هيام، إلى ثبج الوحاويح ارتقيت. الوحاويح جمع وحواح وهو القوي الشديد يعني. طربت وأنجمي مرحى هيام، إلى ثبج الوحاويح ارتقيت، فحسبك من سرات مطلخم، إذا دوى الكرير به انتحيت. والسرات المطلخم هو المظلم، لأنه أنا ما بالليل مشيت على الجماعة أو قاعد أركب فوق بالليل يعني. فحسبك من سرات مطلخم، إذا دوى الكرير به انتحيت، ومضمار سقى اللهموم سقيا، من الحوض المثلثج قد رويت. واللهموم هو الجيش العظيم. ومضمار سقى اللهموم سقيا، من الحوض المثلثج قد رويت. المثلثج الماء المنصب بقوة.
أطارحه ارتجالات عذابا. أطارح ارتجالات عذابا. ما هو البحر ده اللي قاعد نخوضه؟ بحر المجاراة والمعارضة هو بحر هائج، ولذلك يحتاج إلى قوة. وطارحه ارتجالات عذابا أبيت اللعنة أني ما ادريت. وأبيت اللعنة العرب كان يقولوها كلمة يدعى بها الملوك، أي حفظت مما تلعن به، فخفت أن لا ألعن من هذه المجاراة. يعني إذا ما شوية قربنا على الراجل فجماعة عشان ما يلعنونا. أبيت اللعنة أني ما ادريت هزجت إذ رأيت الحلم رأيا ورأي العين أني قد هويت. اطمأننت يعني. هزجت إذ رأيت الحلم رأيا ورأي العين أني قد هويت نفوسا في رحاب الله ترقى من النفحات اللذ قريت. اللذ الذي قريت يعني قرأت يعني. أنا لما طلعت فوق وأشوف الدنيا دي والنجوم وعلى طول هكذا تخيلت نفوس بدت لي أولئك العظماء الذين يعني فدوا أنفسهم دينهم بأنفسهم، رخيصة أن ننعم بهذا الدين الحنيف وهذا البيان وهذه اللغة وهذا الإيمان. هزدت إذ رأيت الحلم رأيا ورأي العين أني قد هويت نفوسا في رحاب الله ترقى من النفحات اللذ قريت قلوبا سبقا للخير تترى وأفئدة يشاركها الكميت. الكميت خير الأنثى لونها بين السواد والبياض. أولئك الناس قلوبا سبقا للخير تترى وأفئدة يشاركها الكميت خفافا في سبيل الله بسل سحائبهم ثقالا إذ عجبت وإن أعجب فلا عجب مثير فكل ناطق فيما رأيت ولولا تلكم البسل العظام لظلت غايتي ولما اهتديت إلى دين الحنيفية القويم إلها واحدا أحدا عبدت. خفافا في سبيل الحق بسلا سحائبهم ثقالا إذ عجبت وإن أعجب فلا عجب مثير فكل ناطق فيما رأيت ولولا تلكم البسل العظام لظلت غايتي ولما اهتديت إلى دين الحنيفية القويم إلها واحدا أحدا عبدت. رأيتهم على فرش دثار بطائنها مضمخة شممت رياضا مسكها فوح الخزامى عبيرا أو جمانا بل كويت. رأيتهم كما كانوا شموسا أهيم في نورهم أن التفت. والفرش الدثار والوثار الوثير المخدة التي توضع على السرج في الحصان، وبطائنها ما يبطن به الثوب وغيرها من الداخل والمضمخة مطلية بالطيب. رأيتهم على فرش دثار بطائنها مضمخة شممت رياضا مسكها فوح الخزامى عبيرا أو جمانا بل كويت. والفوح هو الطيب والخزامى نبت طيب الرائحة والكويت اللؤلؤ. رأيتهم كما كانوا شموسا أهيم في نورهم أن التفت. هم كانوا جحاجيحا كراما عظاما من مشاربهم رويت مراجيحا مصابيحا هداة يباعدني الحديث لمن تويت خلاجمة خضارمة وثاقا بحبل الله فازوا فاحتفيت. هم كانوا جحاجيحا كراما والجحاجيح كثير المفاخر والعظام جمع عظيم. كانوا هكذا أولئك الصحابة الأطهار الذين فدوا هذا الدين وهذا الإسلام. وأنت لما ترقى إلى السماوات وترقى
ما تشوف الناس الكبار يعني. هم كانوا جحاجيحا كراما عظاما من مشاربهم رويت مراجيحا مصابيحا هداة يباعدني الحديث لمن تويت خلاجمة أي أصحاب الجسم العظيم، خضارمة أي الخضرم الكثير الواسع من كل شيء، خلاجمة خضارمة، وهكذا كانوا فكرا وإيمانا وتقا، خلاجمة خضارمة وثاقا بحبل الله فازوا فاحتفيت. ولكن رغم كل ذلك فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات إلى آخر الآية. خلاجمة خضارمة وثاقا بحبل الله فازوا فاحتفيت، تقاسمت الخوالف مائسات فقاعات رويدك ما ادريت. الخوالف الذين خلفوهم يعني تقاسموا فقاعات مائسات. وإذ كانوا الدعاة إلى المعالي أولئك البسل العظام، وإذ كانوا الدعاة إلى المعالي وإذ كانوا الهداة لما بكيت تواريخا موشحة بعز ومجد تالد أبدا تليت لما ظلت طرائقها شعوب تلوك أساتها أسفا وليت. تواريخا موشحة بعز ومجد تالد أبدا تليت لما ظلت طرائقها شعوب تلوك أساتها أسفا وليت. فهل يجدي التأسف والتباكي على مجد تقاصروا قد صليت. صليت احترقت بالنار وقاسيت لهيبها. وكنا كلنا واقفين في محطة كنا، وكنا لم تعد تجدي فتيلا، وكنا لم تعد تجدي فتيلا. وهل يزكي فتيل العجز زيت. وكنا لم تعد تجدي فتيلا، وهل يزكي فتيل العجز زيت. تكتمها قلوبنا في انكسار فتبديها مع الأحزان شيت. والشيت هو نوع من النسيج الخفيف، نغطي آلامنا وأحزاننا ومآسينا، لكنها تبديها مع الأحزان. هذا اللون العناية الخفيف ده ما لا يغطي المآسي. فذي قحطان ما عادت قلاعا تكتمها قلوبنا في انكسار فتبديها مع الأحزان شيت. فذي قحطان ما عادت قلاعا وذا عدنان أعياه المبيت دفاعا عن مكارمه بعز. حماها اليعربي كذا الكميت. أعاريب الزمان غدوا علوجا، أعاريب الزمان غدوا علوجا فهم ضاعوا كما ضاع الخريت. والأعاريب جمع أعراب، الخريت الدليل الحاذق بالدلالة، والعلوج من كفار العجم. أعاريب الزمان غدوا علوجا فهم ضاعوا كما ضاع الخريت. يعاريب الهوان ومن تلاهم غدوا بوقا لذي الأضغان صيت. فهم قد بدلوا شأوا بذل وكل فعالهم ليت وهيت وهيت. كل فعالهم ليت يا ريت وهيت هيت لكم، أي حاجة دار تعملوها فينا اعملوها. فهم قد بدلوا شأوا بذل وكل فعالهم ليت وهيت. رجوته أن يعيد إلي عقلي، رجعت إلى الشوق الذي ركبته في بداية الرحلة. رجوته أن يعيد إلي عقلي وجلجل لم يعر ما قد طلبته. ذلك الشوق طبعا مرة تغير حصان وتغير فرس، جلجل صهيل الفرس أي صوته بعنف.
رجوته أن يعيد إلي عقلي، وجلجل لم يعر ما قد طلبت، لويت عناقه ليا حليما، فهاج الشوق شوقا ما ادكرت، وصلصل من ربابته لحونا، فصرصرني من الأحزان بيت. وصلصل من ربابته لحونا، الصلصلة هي صوت الفرس الحاد الدقيق. فصرصرني صاح بصوت شديد متقطع. وصلصل من ربابته لحونا، فصرصرني من الأحزان بيت. وختمت ولي شرف وفخر وامتنان كفخري أنني منكم دعيت. هذا كان في بداية البيت، يعني بعد السلام عليهم يعني كان لازم أقول ولي شرف وفخر وامتنان كفخري أنني منكم دعيت، بعدين ركبت الشوط. عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، كانت هذه مجاراة لقصيدة شيخ شعراء السودان: على حد السنة أمهيت سيفي فرفت شفرتاه كما ابتغيت. وبعدين الشاعر الذي كتب: قصي بالسنة الشعري بيت على رهف الضياء له ارتقيت، فجاريتهما أو جاريت شيخ الشعراء، ركبت الشوق يحملني إليكم، يسابق في البروق هوى جليت، هزيز ماتح الأعماق صرح وهذلول يحمحم ما قليت. آمل عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة أن أكون إلى حد ما قربنا من المعارضة والمجاراة، وآمل أن وجدت عندكم القبول وحسن الإصغاء والمتابعة. وكما قال شاعرنا الكبير شيخ شعراء السودان: الشعر لمح تكفي إشارته يشير إلى التمام بلا تمام. وكما قال الرصافي قديما: إذا الشعر لم يهززك عند سماعه فليس خليقا أن يقال له شعر. لهذا أيها الإخوة المشاهدون، أطوي معكم الفقرة الأخيرة من هذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية، وكانت شيئا من فنون المعارضات الشعرية في الشعر العربي. قرأنا 3 قصائد. نلتقيكم بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة. حتى ذلكم الحين أستودعكم الله، وأقول اللهم لك الحمد كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اجمعنا دائما على الخير، وأجعل فرقتنا على خير، وإن شاء الله ألتقيكم في الحلقة المقبلة. حتى ذلكم الحين تحياتي في الإعداد والتقديم، محدثكم أحمد شريف برفقة الزملاء في الإشراف والإخراج والعمل الفني الكبير من إخواني في قناة سلام الإعلامية. نلتقيكم في الحلقة المقبلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.